نور عندها 26 سنة، اتجوزت مرتين ولكن عذراء. ايه القصة وايه التفاصيل؟ تعالوا نعرف مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور لما خلصت الجامعة صاحبتها جابت لها اخوها علشان خاطر تشوفه، علشان خاطر يخطبها. فلما شافته اعجبت بيه واعجب بيها، والاتنين استلطفوا بعض واعجبوا ببعض. لقيته انسان كويس وسيم وجاهز من كله وبيشتغل وزي الفل. وافقت عليه وراحت تقدم لها واهلها وافقوا عليه وتمت الخطوبة. والخطوبة اللي كانت بينهم يعني قعدت 7 اشهر لانه هو كان جاهز من كله. المهم هي جهزت نفسها خلاص وعملوا الفرح واتجوزوا. وتقول لك انا في فترة الخطوبة كان نفسي حتى ان هو يمسك ايدي، لكن هو ما كانش بيعمل اي حاجة، يعني اي تجاوزات، بالرغم ان انا كنت بحب ان هو يعني اهو اشوف منه تجاوزات، ان هو كده يحسسني ان انا يعني مشتاق ليكي او ان انا عايز المسك. المهم قلت لا، ده هو مؤدب بزيادة، بسم الله ما شاء الله، خلاص كويس تمام. وعملنا الفرح واتجوزنا. وفي ليلة الدخلة بقت انا مشتاقة ليه قوي، عايزاه بقى خلاص. يعني اول ما دخلنا قلت النهاردة اجمل ليلة في حياتي. ودخلنا، واول ما دخلت اوضه النوم وبدات ان انا بقى اجهز نفسي، وهو خرج وقال لي انا يعني يلا العشاء الاول نتعشى. قلت في عقل بالي واحنا لسه هنتعشى؟ المهم لبست له احلى قميص نوم قصير بقى وروقت نفسي وخرجت له بره في الصاله. هو شافني كده قال لي ايه ده، انا ما كنتش اعرف ان انت بالحلاوه والجمال ده. قلت له طب والعشاء؟ قال لي عشاء مين؟ وراح واخدني وشددني على اوضه النوم. قلت يا سلام، اللحظه اللي انا عايزاها، يلا بقى علشان خاطر الدخله. ولكن للاسف ايه ده، مفيش حاجه. مش يجي بقى ساعه اللحظه اللي هي مفيش. هو بقى يستغرب، ايه ده، هو في ايه؟ قلت له مش مشكله النهارده يا حبيبي، بالرغم ان انا من جوايا متضايقه. ازاي مفيش؟ ازاي؟ قلت له يمكن عشان خاطر تعبنا النهارده في الفرح وكده، نريح النهارده مش مشكله. قال لي نريح النهارده؟ ايه ده، وانا منهم ولا ايه اللي انت بتقوليه ده؟ المهم برضه يحاول، مفيش فايده. بعد كده نام على حرف السرير وهو متضايق، وانا برضه في نفس الوقت من جوايا وانا متضايقه بس مش عايز احسسه. المهم تاني يوم الصبح نفس الكلام، يحاول معايا مفيش. الله. قال لي طب بص بقول لك ايه، ما تجيبيش سيره لحد كده، ولا تقول لامك ولا تقول لامي، والموضوع يعدي وان شاء الله الموضوع يبقى حلو. انا مش عارف ايه اللي جرى، هو في ايه؟ قلت له ماشي يا حبيبي. بصيت لقيته نزل وقال لي انا رايح عند ماما شويه. نزل عند امه، قعد ساعتين تلاتة وجه قال لي بص بقول لك ايه، انا سالت وقالوا مفيش حاجه، والعيب ده يبقى فيكي انتي بني ادمه مربوطه. امي قالت لي انت هتخش في مواويل تانية، لان انا خدت امي ورحت للدكتور، والدكتور قال لي انت سليم وما فاكش حاجه ومية مية، وانا متاكد ان انا سليم. طب وبعدين اعمل ايه؟ قال لها مفيش اعمل ايه. المهم عدينا اليوم ده برضه نفس الكلام، ويوم بعده نفس الكلام. بصيت لقيته بعد كده قال لي بقول لك ايه، انا مش هدخل في المواويل دي، بالسلامه انت طالق. انت هتطلقني في اول اسبوع، اللي انت بتقوله ده الناس هتتكلم عليا هتقول ايه؟ قال لي مفيش كلام من ده. اخويا جه وكلمه وامي وابويا والدنيا وبتاع، وانت كده هتسوق سمعه بنتنا. قال لهم مفيش، بنتكم مش عارف اقرب منها، بنتكم مربوطة. يا ابني مربوطة ايه يا ابني؟ هو ايه الكلام اللي انت بتقوله الكلام الفارغ ده؟ لا مفيش كلام فارغ، انا سليم ومية مية، شوفوا بنتكم بقى. وحصل حقيقي وطلقني. صدمت طبعا بعدها صدمة جامدة. عدى 3 4 اشهر. المهم خالتي جابت لي عريس. العريس ده قالت لي معلش هو متجوز وعنده عيلين بس هيطلق مراته لانه هو مش مستريح معاها. انا هجوز واحد متجوز يا خالتي؟ قالت لها معلش يا بنتي، ما خلاص، ما انت كده برضه تعتبري مطلقه. المهم لقيته انسان كويس وحصل حقيقي واتجوزنا بسرعه، لان هو برضه ايه، جاهز من كله. وبعد ما اتجوزنا ودخلنا وفي ليله الدخله، الليله اللي انا بشتاق ليها، اما اشوف بقى ده كمان ايه الحكايه.
بصيت لقيته نسخة من الاولاني بالظبط، نفس الموضوع. يجي ساعة الموضوع ده مش عارف يدخل. ايه الحكاية بقى؟ في ايه؟ ايه ده؟ هو في ايه؟ وانا كل ما اتجوز واحد يحصل كده؟ وايه الحكاية؟ لا يكون عيب مني بجد. كلمت مامتها بقى وقالت لها على الموضوع، قالت لها لا كده مش هينفع، لازم نروح لشيخ. فانا قلت له الاول واستأذنت منه، قال لي بصي كله الا كده، لو رحت الدجال هيكون اخر يوم في حياتك وحياتي معاك احنا الاتنين، اوعي لو حصل كده هطلقك في ساعتها. ودلوقتي هو عايش معايا وعايش مع مراته التانية. يعني انا مش عارفة اعمل ايه دلوقتي. انا نفسي ان انا ابقى زي اي واحدة، ولكن للأسف بيجي عندنا وما يعرفش يعمل حاجة هو وغيره. يعني في حد أذاني وأنا حقيقي مربوطة ومش عارفة أعمل إيه، وخايفة إن أنا أروح لحد ولكن هو يعرف ويطلقني. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. في ناس مؤذية للدرجة ديت. لله الأمر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.